ده شعور عايز اطفش واسيب البيت، مش عارفة هذاكر ولا هنضف ولا هدخل اعمل الرز ولا ايه بالظبط. النهاردة بقى يا جماعة معايا احلى ترويقة. بس قبل ما نبتدي الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجة، انا هنا اخدت المكان ده ركن كده عندي قبل المطبخ، سايبه فيه حاجتي عسكري كده قديم كان عندي، رحت حاطاه مبيضاه وجبت معاه كنبتين من ليفينج عندي. حطيتهم في الركنه دي، حطيتهم في الركنه اللي انا داخله فيها على المطبخ، وحاطه فيها كل حاجاتي بحيث ان انا ابقى كده منظمه حاجتي. تمام. وبعد كده رحت عامله بالديتول الوصفه الحلوه دي، وبعدين اللي معاها معطر، وبدأت بقى ارتب المكتب زي ما انتوا شايفين، علشان بعد كده هعمل الكورنر ده، لان الكورنر ده كان مبهدل جدا وعليه حاجات كتير ملهاش اي لازمه. فهبتدي ارجع كل حاجه مكانها، عايزاكم تقولوا لي رايكم في حاجه كده جايه اهي في الفيديو. تشوفوني، عايزه رايكم في الكومنتات، تشوفوا بقى اذا كنت انا احط ايه مكان ايه. ده اول حاجه، البنطلون ده عليه البانة هوديه المغسله، والشنطه دي هتتصلح، وده مشمع السجاد. بدات انضف اهو وارتب الكنبه. وبعد كده الكنبه التانية برضو هبتدي. السجاد ده انا مش عايزاه، فهعينه كده لغايه ما اشوف له اي صرفه، وبعدين الميكي ده هدخله اوضه الاطفال. ومعايا شنطه هي بستعملها دايما في الدروس والتمارين، هروح اصلحها. حلوة جدا للدروس والتمارين، بتعيش، عشان كده هصلحها. وبعد كده هبتدي افرش الكنبة التانية. دي كانت محتاجة ان انا المعها عشان كان عليها حاجات كتير. تمام. برضو بالديتول والمعطر ده اللي ريحته حلوة. وبعد كده كان عندي خداديتين كنت حطاهم في الدولاب، حطيتهم هم اصلا بتوع الكنبتين دول، حطيتهم مع الكنب. تمام. وبعد كده هنا روقت المنطقة دي، بس هنا التابلو فوق العسكري مش متوازي معاه، فهبتدي ازق الكراسي والبشويش كده خالص، الكراسي والعسكري بقول لكم العسكري الكراسي والعسكري، بحيث ان التابلو يبقى هو موازي مع التابلو. وادي كده الشكل النهائي. والتابلو ده يا جماعه هو كان في الليفينج، كنت حاطاه قبل ما الليفينج يدهن، بس انا هنا ما ينفعش خالص، مساحته ما تنفعش. فقولوا لي بقى عايزه رايكم احط مكانه ايه. هنا بقى دي كانت في مروحه، هبتدي ادخلها المطبخ، احنا بنستخدمها في المطبخ بس في الصيف، هبتدي احطها مكانها، عشان هبتدي بعد كده اكنس الارض كنسة كويسة، علشان كنت انا غاسلة سجادة. طبعا الجو في الصيف بيكون حر، فمبحبش احط السجاد. الجو بقى ساقع قوي في الشتاء، فهبتدي، هي كانت مغسولة وكانت ملفوفة بالسولوتيب، فهبتدي افك السولوتيب واغسلها ودي كورة دي هدخلها المنور، بس قلت العب بيها شوية. كنست اهو المنطقة. وبعد ما اكنسها هجيب المعطر والديتول اللي انا كنت بشتغل بيه على العسكري، وهبتدي بقى احطه في الشرشوبة وابتدي اعملها اهو. مطلع رمل فظيع. هبتدي بقى احط المعطر بتاعي في الجردل، وهخلص بقى الارض بالشرشوبة. انا عملتها هنا ودلوقتي اهي بتلمع زي ما انتوا شايفين.
هبتدي بقى بعد كده اقص السجادة بالسلوتيب علشان افرشها. ادي هنا فرشتها فرش حلو قوي، ورحت حاطه السجاد تحت الكرسي، والمكان بقى حلو جدا. بس انا عايزه رايكم، عايزاكم تقولوا لي احط مكان قدام العسكري ايه. التابلو الكبير ده ما ينفعش خالص، ما ينفعش، فقولوا لي بقى احط ايه مكانه. وفي نهاية الفيديو يا جماعة بليز ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتدوسوا اشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. الناس بتتفرج عليا وما بتدوسوا اشتراك، يا جماعة دوسوا اشتراك، اشتركوا في القناة بعد اذنكم. باي باي.